رسميا الاهلي بطل الدوري رقم 44. مساء الفل عليكم في وقفه جديده من كوره على النصر. عندنا النهارده مواضيع مهمه جدا هنتكلم فيها، ما بين تتويج النادي الاهلي بالدوري المصري، ما بين اجازه كولر، وما بين بطولات امام عاشور مع النادي الاهلي، ما بين اطول سلسله انتصارات للنادي الاهلي في الدوري المصري، وما بين مشكله محمد عبد المنعم مع جمهور النادي الاهلي. للمره الثانيه على التوالي والسابعه في اخر 10 سنين الاهلي بطل الدوري المصري رقم 44 في تاريخه، ويظل الدرع رقم 44 في خزائن النادي الاهلي. وكالعاده محمد مجدي قفشه صاحب كل قضيه في ماتشات الاهلي المهمه بيسجل قضيه جديده في مباراه سموحه ليتوج الاهلي رسميا بطل الدوري، ويتولى سامي قمصان مهمه تدريب النادي الاهلي في وقت اجازه كولر. امام عاشور مع الاهلي في 387 يوم حقق 5 بطولات: برونزيه كاس عالم، سوبر مصري، كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري. النادي الاهلي بيحطم رقمه القديم وبيسجل رقم جديد في الدوري المصري ب20 فوز متتالي. بعد تألقه في الفترة الأخيرة شبح الإصابات بإطارة كريم فؤاد نجم النادي الأهلي. إصابة كريم فؤاد نجم النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي في مباراة سموحة. تبقى الرتوش الأخيرة ما بين النادي الأهلي ونيس الفرنسي بخصوص صفقة محمد عبد المنعم. الأهلي طالب 4 مليون دولار كاش على الترابيزة و20% نسبة بيع. الأهلي يفاوض جمال الشماخ صاحب ال 24 عام عن طريق وكيل أعماله لتدعيم مركز الباك الشمال، ليكون تدعيم لحين عودة علي معلول. في اخبار كتير انتشرت الفترة اللي فاتت ان النادي الاهلي بيفاوض كورزوا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق صاحب ال 31 عام، والاهلي ينفي كل الاخبار دي. فضيحة المنتخب الاولمبي واتحاد الكورة. بعد ما كسبنا اسبانيا وعملنا ماتش جامد قدام فرنسا قلت عندنا منتخب كويس، نص دستة اهداف كفيلة لاستقالة اتحاد الكورة في كارثة تاريخية للمنتخب الأولمبي. وفي نهاية وقفتنا يا رب تكون الوقفة عجبتكم، واستنونا في الوقفة الجاية، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.